أقسم بالله العظيم ما قسمت من أجل هذا المقطع، ولكني صادق في قولي. إذا ضاق صدري وطفشت جلست في المسجد وقرأت قرآن حتى خارج وقت الصلاة، ما هو لازم وقت الصلاة، إنه ينشرح صدري، مع إني أكشت وأسافر وأروح وجي، لكن والله مو مثل المسجد. كلمني رجل من فترة يشتكي من الهموم والديون، فقلت له قل هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الرسول عن هذه الدعوة: والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه. والله كلمني وبشرني أن أموره زانت، فأكثر من هذه الدعوة وأبشر بالفرج. السلام عليكم. في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقامة طريق النجاح. كلما كنت أسرع وكنت أقوى وكنت أكثر جدا واجتهادا كانت قيمتك أعلى. هذه الفرس قيمتها ما يقارب المليون لأنها أسرع، فالذي يكون أسرع إلى الله يكون أغلى. لما دعتك النفس إلى فعل المعصية حاورها حوار هادي بهذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. يا غالي، لا تنظر إلى المعصية أنها صغيرة، ولكن تفكر واسأل نفسك: أنا أعصي من؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.